هنتكلم النهارده عن الدكتوره مaya صبحي اللي الناس بتسأل لحد النهارده هي راحت فين واختفت فجأة كده ليه. فضحت اسرار عن الماسونيه ومحدش كان عارف الكلام ده غيرها. اتنبأت ببعض الحاجات زي مثلا كورونا، قالت حاجات كتير وتصريحات كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده، بس كملوا الفيديو للاخر عشان نشوف ايه حكايتها. بس ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نشوف ايه الحكايه. الدكتوره مaya صبحي اكيد الاسم ده عدى على ناس كتير في اخر كام سنه، وهي فعلا شخصية مثيرة للجدل، وفي ناس فعلا صدقت كلامها، وفي ناس قالت دي خرافات وبتقول اي كلام عشان تظهر للاعلام ويبقى متصدرة الصورة والترند. بس لو اي كلام ليه كانت تختفي لاكتر من 10 سنين. الدكتورة مaya صبحي قالت في لقاء من لقاءاتها ان هي دكتورة في الفيزياء ومهتمة جدا بموضوع الماسونية ده، والماسونية ده يعتبر تنظيم سري عالمي. وعلى فكرة الاحتفالات الماسونية زمان كانت بتتعمل بشكل علني وبتتعمل في الشوارع عادي، لحد ما بقى لها جلسات سرية وطقوس. بس بعد ما اكتشفوا حقيقتها وعرفوا ان هم بيحاولوا ان هم يسيطروا على عقول البشر بهدف السيطرة على الكوكب كله، وبعدها الكلام ده بقى ممنوع تماما في معظم الدول، بالاخص الدول العربية. والدكتورة مaya صبحي من كتر كلامها عن الماسونية واهتمامها بالموضوع ده، في ناس كتير شكت ان هي كانت من ضمن الماسونيين، فقلبوا عليهم فقررت ان هي تفضحهم. وبدأ كلامها عن الماسونية تقريبا في سنة 2013، وده كان عن طريق لقاءات تلفزيونية، وقالت ان نشاط الماسونية ده لسه مستمر وبيهدف للسيطرة على العالم كله زي ما قلنا. وهي بتتكلم في اللقاءات قالت عن بعض الافكار والرموز عن الماسونية، فذكرت الهرم وعين حورس، واكدت ان الماسونيين عبدة للشيطان، واتكلمت على طقوسهم كلها يعتبر ووجود كتير منهم على رأس حكومات عالمية خفية، ودول اللي عاوزين يحركوا البشر زي ما هم عاوزين. وقالت ان الهرم الكبير بتاع الملك خوفو ليه قادسية معينة عند الماسونيين، لان هو بالنسبة ليهم ممر للعالم التاني، وان الهرم مفيش اي دليل على ان اللي بناه الملك خوفو، بالاخص انهم ملقوش جواه ولا اي مومياوات ولا اي حاجة ولا اي جثة، وان كل اللي لقوه جواه تمثال صغير جدا حوالي 9 سنتي، وان الهرم مش مجرد مقبرة فخمة للملك، ده كان مولد للطاقة كمان. واتكلمت مaya صبحي على ان في كائنات برضو عايشة معانا على الكوكب ومتقدمين جدا علميا عننا، وان في كائنات فضائية قدر الامريكان انهم يتواصلوا مع بعض. وقالت ان اللي بيأكد كلامي الصور، بس الصور اللي اتعرضت كانت زي الصور اللي كانت ممكن تظهر في التلفزيون تقريبا، ومش عارف هي حقيقة ولا كدب عشان الترند. وقالت كمان ان في عائلات عاوزة تسيطر على الكوكب كله، وانهم بيمتلكوا معظم ثروات الارض، واشهرهم طبعا عائلة روتشيلد اللي هم عاوزين يتحكموا في العالم كله ويتحكموا في عقول البشر عن طريق شريحة تتحط في الدماغ، والشريحة دي بتبين انت رحت فين وجيت منين، تحركاتك يعني، وكمان بتعرف افكارك، وكمان بتعرف امراضك ايه. في العموم يعني اي حاجة تخصك الشريحة دي تبقى عارفاها، وممكن بامر منها تنهي على حياتك او تخليك تنهي على شخص تاني. وقالت كمان ان دول العالم الحديث متقدمة جدا عن الدول النامية، وده يسبب مشكلة كبيرة للدول النامية، لان هم بيخططوا لحرب عالمية تالتة وتكون بيولوجية، وهتبقى عبارة عن امراض وفيروسات، والهدف منهم ان هم يخلصوا على اكبر عدد من سكان الكوكب ويتبقى مليار نسمة بس. وده اللي هم بيقولوا عليه مشروع المليار الذهبي. وبسبب الكلام ده خلى ناس كتير تقول ان الدكتورة مaya صبحي اتنبأت بفيروس كورونا، وبعد فترة بسيطة من الكلام اللي قالته ده اختفت ومحدش كان عارف عنها حاجة تماما، لان في يوم من الايام في بعض لقاءاتها قالت ان هي ممكن تتعرض للاغتيال بسبب الكلام اللي هي بتقوله ده كله. وفي مرة من ضمن لقاءاتها مع قناة النهار كلاسيك كانت بتقول ان سيدنا ادم مش اول الخلق، وان كان في ناس قبله، بس طبعا انفعل عليها المذيع ومحدش كان عارف هي بتقول كده بناء على ايه. وفي ناس كتير قالت ان الماسونيين ممكن هم اللي خطفوه وقتلوها عشان الكلام اللي قالته ده، بس لا، عشان ده في ناس كتير اتكلمت عن الماسونية وقالت كلام قريب من اللي بتقوله، وعادي يعني ما حصلش حاجة، ومحدش كان عارف هي اتخطفت ولا اتقتلت ولا ايه دنيتها بالظبط، ولا هي اختفت قصد عشان تختفي عن الاعلام والسوشيال ميديا تماما. اكتبوا لنا رايكم ايه في الكومنتات. وعلى فكره الدكتوره مaya صبحي لما قالت ان هي دكتوره في الفيزياء محدش كان عارف هي دكتوره من جامعه ايه او تخصصها ايه او بتشتغل ايه او حتى كاتبه كتاب. وبرضه هيفضل الغموض الكامل لمaya صبحي اللي هو محدش عارف هي راحت فين، وهتفضل لغز القرن. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ولو وصلت لحد هنا متبخلش عليا باللايك والسبسكرايب والشير كمان. وكان معكم حسن الخولي.